اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ احلى متابعين في الدنيا. النهارده بقى الجو ايه؟ ما اقولكوش ساقعه جدا. فالجو ده عايز اكلتين اتنين، بس هنعمل من واحده النهارده والتانيه هنعملها في وقت تاني. هنعمل ايه النهارده بقى؟ هنعمل النهارده بقى حله محشي فضلة خيركم كده. وطلعت طبق لحمه قلنا نعمله جنب المحشي. تعالوا نشوف بقى هنعمل المحشي بتاعنا الجميل ده ازاي وبطريقه سهله عليكي يا ست البنات. تعالوا نشوف هنعمل ايه على البوتاجاز. اول حاجه كده نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. انزلي بقى تحت في الكومنتات وصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. انا عملت ايه؟ حطيت ميه على النار وبصراحه حطيت فلفل اسود. هعمل ايه دلوقتي؟ هحط ورق لورا، ولو عندك بقى اي مواد عطريه حطيها يا ست البنات، ماشي. ادي ورق اللورا، ونحط كمان كبابه صيني بتدي ريحه حلوه قوي للحمه مع ورق اللورا. انا بحب يا بنات اشطف، معلش انا بحب ان انا اشطف ورق اللورا قبل ما احطه في الشرب، عشان بس بيبقى عند العطار ميبقاش عليه تراب ولا حاجه. اهو حطينا كده ورق لورا. عندك كبابه صيني حطي، عندك قرنفل حطي، حابه تحطي اللهم صل على النبي قرفه خشب حطي، بس ما تكتريش منها. اهو هنحط كده كبابه صيني. ما عندكيش اي حاجه من الحاجات دي حطي فلفل اسود بس وهتبقى جميله وزي الفل. هنحط كمان طماطم، وهنحط كمان البنات. جبنا الطماطم والبصلايه، ولقيت عندي جوه جزر جبت ايه؟ جبت جزر. ادي البصلايه اهي، اهي عندي هنا اهي طماطمايه اهي قسمتها على 2. عندك جزر اهو تقطعيه كده وتحطي. كل دي حاجات حلوه جدا بتدي ريحه للحمه حلو، تديها جميله جدا، تخليها حلوه قوي. هعمل ايه دلوقتي؟ هغطي بقى على الحله بتاعتي الحلوه دي لحد ما تغلي عشان نحط مع بعض اللحم. هنعمل ايه دلوقتي يا بنات عشان بقى ننجز الوقت بتاعنا؟ بص حطيت ميه على النار اهيت. دي بقى ميه السليق بتاعت الكرنب، ماشي. احط فيها ايه؟ انا متعوده احط في الكرنب بتاعي يا بنات شويه سكر. ليه؟ علشان لو فاض مني حبه كرنب لو حطيتهم في الفريزر عندي ما يجلدوش، ماشي. فانا هعمل ايه؟ هحط معلقه كبيره كده من السكر، يعني دي معلقه صغيره بتاعت الشاي هحط منها معلقتين بمقام معلقه كبيره، ماشي. هعمل ايه تاني بقى؟ هحط حبه كمون. ليه بقى؟ ده لازم ولابد حبه كمون يا بنات. اهو انتوا عارفين طبعا الكرنب بيعمل ايه. اهو حبه كمون. نعم يا حبيبي، حاضر. اهو هسيبها بقى ايه لما تغلي، ولما تغلي بقى هنحط مع بعض الكرنب. ادوا يا بنات بصوا الميه بسم الله ما شاء الله عملت اهي. اللحمه بتاعتي انا مديها شطفه كده سريعه تحت الحنفيه اهو، واروح نازله بيها كده بسم الله ما شاء الله في قلب الحله. خلاص ما غطيهاش قوي عشان ما تفرش وتبهدل الدنيا. اعمل بس ايه الغطا كده. تعالوا بقى نعمل مع بعض الكرنبايه ونفصصها كده من بعضها ونشوف شكلها عامل ازاي. بصوا بقى معايا الكرنبايه بتاعتي اهي بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا اللهم بارك، جميله جدا. انت جايباها في مشتريات الاسبوع بتاعتي اهو. بصوا اهو كل بقى الحاجات اللي انت مش عايزاها اركنيها على جنب. انا في ورق كده ايه اللي هو مش هينفع يتحشي ده نركنه على جنب، انما انا طبيعي على فكره بحب احشي الورق الاخضر بيبقى حلو قوي اهو. انا هاخد بقى الورق اللي هو اللي تحت ده. بصوا ده كده حلو جميل وزي الفل اهو. اللهم بارك، اللهم بارك. الميه جميله وحلوه وجميله وزي الفل. هو شد شويه اليومين دول بس ايه الحمد لله، يعني بتلاقي حد ايه اسعاره كويسه، متهاون شويه في السعر بتاعه. كنت جايباه بصراحه من واحد فلاح بيجيب من الارض بتاعته، متهاون شويه في سعر الحاجه عشان يعني عشان الامور تمشي والحياه تمشي والدنيا تمشي. ماشي حاضر يا معز، انا راح اغطي عليه. ماشي
بصوا يا بنات، اللهم بارك اللهم بارك، جميله جدا، عسل نحل بصراحه. حاجه الراجل دي حاضر ما تستلم. حاجه الراجل اللي بجيب منه الكرنب ده بتبقى عسل نحل مسكره وجميله. بصي قول لهم حطوا لايك يا ميزو، لايك واشتراك. كويس انت اهو يا بنات. بصوا هنبدا بقى ايه نفكك فيها كده. انا بحب افككها كده ورقه ورقه بصراحه، يعني لما اجي ايه عملتها مره ايه من النص كده وجيت اعملها يعني ايه ما حبيتش الطريقه دي. طريقتي انا اللي حباها اكتر. كل واحد طبعا بيبقى ايه بيبقى حابب طريقته اللي هو بيعمل بيها، بيحسها سهله عليه. دي بالنسبه لي انا كده سهله يعني. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. عسل انت مثلا عارفه ان انت تعملي مثلا بكره مثلا كرنب، انزلي مثلا قبلها بيوم كده، هاتي الكرنبايه وحضريها وحضري الحاجه. حابه تسلقيها من بالليل اسلقيها وتحطيها على رف التلاجة، تبقى سهله عليكي تاني يوم تقومي تعملي الخلطه وتحشي على طول، مش هياخد معاكي اي وقت. بس تفضلي بقى ايه بالسكينه كده تطلعي كده اهو. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. عسل اهو يا بنات. بصوا بسم الله ما شاء الله اهي. دي طبعا بنقول عليها الوزه. دي الوزه بتاعت الكرنب. هروح بقى نبص بقى كده على الحاجه اللي على النار وارجع لكم تاني. دلوقتي يا بنات بصوا الميه غليت اهيت، فانا هحط بقى اسلق بقى الكرنب بتاعي اهو. احط كده بقى الكرنب كده ونغطسه كده في الميه اللي بتغلي دي اهو. تقلبيه كده يمين وشمال كده اهو، بس المهم ان هو ما يتهريش منك في قلب الميه اهو زي ما انت شايفه كده. لو وصلت معايا لحد كده ما تبخليش عليا باللايك، عشان اللايك ده يا بنات اللي بيرفع مستوى الفيديو. لو عجبك الفيديو اعملي لنا لايك واشتراك. تفضلي بقى كده تقلبي فيه كده يمين وشمال كده. المساكه دي حلوه قوي 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 في عمل لما تكوني بتسلقي الكرنب، تبقى بتسهل عليكي كتير. بصي تمسكي كده وتروحي مقلباها كده. انا معايا هنا جنبي صينيه، هروح حاطاها على طول في قلب الصينيه او المصفى بتاعتك لو جنبك مصفى. انا بحب ان انا ايه بعد ما بطلع كده الكرنب كده من الميه السخنه بنزله ميه ساقعه، ميه من الحنفيه عاديه ما فيهاش اي حاجه خالص. بصي ليه بوقف عمليه التسويه؟ عشان لما تيجي تحطي دور على دور ما تبصيش تلاقي الكرنب بتاعك اتهرى، استوى بزياده واتهرى منك. دي معلومه برضو اللي انتوا لازم يا بنات برضو تاخدوا بالكم منها. انا بعمل معاكم اهوت. بصي اهو بلف كده يمين وشمال كده عشان ياخد يتسلق وياخد درجه حراره الحله اهو. تاني شويه باخد من درجه حراره الميه. عندنا بقى تحت الحنفيه على طول بروح مبرداه. انا بحب ابرده على طول عشان ما يتهريش منك دور على دور. ماشي خلاص ده ينزل عشان بسجل. عشان ايه يا بنات؟ ما تبصيش بعد ما تخلصي ده انا سلقته مظبوط، طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلاه اتهرى مني كده؟ ان انت حطيتيه كله على بعضه من غير ما تبردي اهو. لازم تبردي الكرنب بتاعك عشان ما يتهريش اهو. معلقه السكر دي ماده حافظه، لو انت عايزه تحفظي الكرنب مثلا لرمضان اسلقيه بس مش سلقه كامله، ماشي؟ اعمليه نص سلقه وحطيه، حطي في الميه معلقه سكر مع شويه كمون يا ستي البنات، وطلعيه وبرديه وقطعيه وحطيه في اطباق فل او بس يا ميزو. طب بس يا حبيبي حطيه في اطباق فل او في اكياس زي ما انت عايزه اهو.
انت شايفاني كده اهو بقى. طبعا اللحمه بتاعتي انا هديت عليها النار خالص يا بنات زي الشمعه عشان تستوي، والشوربه بتاعتي تفضل زي ما هي مركزه، ما تبقاش خفيفه خالص، تبقى مركزه كده وتبقى طعمها حلو وريحتها تبقى جميله. اهو انا سلقت الدور ده برضه هطلعه كده على جنب اهو، لان انا الدور اللي فات كنت ايه بره دور اهو. هنجرب بقى الدور اللي احنا ايه اللي احنا لسه مطلعينه. حط كده شويه دول كده. لما تيجي تسلقي ما تسلقيش الاخضر الاول، اسلقي الابيض الاول. الابيض ده اول حاجه، الاخضر ده بيبقى في الاخر خالص. هقول لك بقى على خلطه كده تعملها لي المحشي تحفه، انا بعملها كل مره صراحه، بتاكلي احلى محشي كرنب. اعمليه بطريقتي وصدقيني مش هتندمي. احلى محشي كرنب هتاكليه بالطريقه اللي انا بعمل بيها. طبعا كل الطرق كلها حلوه، بس جربي طريقتي صدقيني مش والله ما هتندمي. اجي بقى هنا اجرب بقى شويه اللي انا ايه طلعتهم التانيين دول اهو. نجرب بقى كده تحت الحنفيه كده اول باول، عشان ايه الكرنب بتاعي يبقى ايه حلو، السوا بتاعه يبقى مظبوط، ميبقاش واخد سوا بالزياده. تفضلي بقى تقلبي فيه كده يمين وشمال اهو لحد ما يستوي معاكي السليق اللي انت حباه. بس انا عايزه اقول لك اسلقيه كويس، بس اوعي تهريه. مش بمعنى اقول لك اسلقيه كويس تروحي سلقاه على الاخر وسيبيه لما خلاص ما ينفعش ان انت اصلا تحطي فيه رز. لا احنا بنسلقه السلقه اللي هي المناسبه ليه اهو. تفضلي تقلبي فيه يمين وشمال كده اهوت لمده مثلا ايه ما تكملش دقيقه اهو. احنا ماسكه مطلعاه كده اهو، عندي الغطا ده كده مطلع في قلبه اهو عشان ابرد واحط على اللي انا ايه على اللي انا عملته وارجع احط كومب تاني. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن عسل اهي. اللهم بارك اللهم بارك اهو. انا معاكي من اول خطوه لحد اخر خطوه عشان خاطر تعرفي الاكله بتاعتنا بتاعت النهارده اللي هي الشتويه الجميله التحفه دي بتتعمل ازاي. طبعا للبنات الجديده عندي لسه في القناه، اللي لسه هم اول مره يبقوا جداد عندي في القناه اهو. لو انت مش جديده عندي اشتركي عشان تبقي معايا في عيلتي الصغيره اهو. بصي اهو اول ما تحسي ان هو خلاص ابتدى يلين معاكي كده في الحله، تاخدي بقى بالك عشان ما يتهريش منك اهو. بصي بفضل رايحه بصي بالاسباتيولا عماله ايه يمين وشمال يمين وشمال اهو يا بنات. بصوا اهو بسم الله ما شاء الله اللهم بارك عسل. انزلي كده بقى نزلي كده غطسي بقى اللي هي العروق دي غطسيها لتحت كده عشان تتسلق كويس اهو. خلصنا نطلع وما خدش معانا حاجه اهو. صفي كده حطي في الغطا يعني هنشطفه دلوقتي بقى، نشطف الكنز بتاعنا ده دلوقتي مين نحط ده الاول، بعد كده نحط بقى ايه الورق الاخضر بتاعنا اللي انت عشان ايه ما بوظناش. اللهم صل على النبي. ايه الميه الورق بتاعنا يفضل ابيض زي ما هو الجميل الحلو ده اهو. اروح بقى اشطف بقى ايه الورق اللي انا طلعته قبل ما ده ايه يكمل السلق بتاعه. عايزاكي لما تخشي المطبخ يا حبيبه قلبي تكوني واثقه من نفسك. المطبخ عايز ثقه بالنفس، مش عايز تكوني خايفه، عايز الثقه بالنفس. تكوني واثقه ان انت داخله دي اكله حلوه صدقيني هتطلع معاكي جميله وتحفه زي الفل. يمكن احلى كمان من اللي بقالهم سنين وسنين بيعملوها. الاكل ده اذواق ونفس. انا جربت اللي كان معايا وحطيته على الكرنب بتاعي اللي انا طلعته. هتقولي لي طب لو انا ما بردتوش وحطيته كده وعلى اساس ان انا ايه
اخلص واروح مقطعه على طول، هقولك هيستوي منك زياده، هيستوي منك زياده. اعملي التركايه دي علشان ما تخسريش الحاجه اللي انت جايباها. الحاجه تحت غاليه والحاجه بتتكلف. وانا يعني زي اختي ليكي بنصحك. بصي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، في ثواني الكرنبايه بتاعتنا الحلوه الصغنطوطه دي اتسلقت وزي الفل. وهنعمل مع بعض دلوقتي خلطه المحشي بكل تكاتها وتفاصيلها. بقى هنا الورق هنا بيبقى فاتح شويه عن ورق، ده نحطه مع بعض. انا بحب ان انا ايه بصراحه يعني ان انا احشي الورق الاخضر، بتبقى حلوه قوي قوي. انا عندي والدي ربنا يديله الصحه بيحب المحشي ورق الاخضر. كنا على طول بنعمل له ايه الحبه اللي تحت دول بيبقوا اخضر، او ونعملهم من فوق ومن تحت، يعني من تحت كده من اول رصتين كده بيبقى اخضر، ونعملهم من المحشي من فوق بيبقى تحفه. الرصتين اللي هم الاولانيين من فوق بصراحه بيتاكل قبل المحشي الابيض، قبل الورق الابيض، بيبقى طعمه لذيذ وحلو. يا سلام بقى لو في ورق خاص، بس ما عنديش بصراحه. نبقى نعمله مع بعض على فكره بعد كده ان شاء الله. بصي اهو سلق، بصي اهو بتصفيه بقى التصفيه الجميله بتاعتنا دي كده. بصي اهو نحطه بقى هنا كده، نعمل بقى كام ورقه اللي فاضلين من الخضر دول اهو. نقلب بقى كده. احسن حاجه يا بنات ان احنا نخش المطبخ نعمل حاجتنا بايدينا. انا من النوع اللي ايه بحب بصراحه اكل ايدي، اكل ايدي ده انا بحبه جدا. ليه؟ ببقى عارفه انا بعمله ازاي كده. وعندي ولادي لما بيكونوا عايزين ياكلوا اكل من بره، مثلا اكل من اي محل او كده، اقول لهم لا ما تجيبوليش، برضه بيجيبوا، بس بضطر ان انا اكله عشان ما ازعلهمش بصراحه. انا بحب اعمل كل حاجه في البيت بصراحه، ودي بتبقى ميزه في الست عشان تكوني فاهمه. الست بتبقى مميزه قوي في حاجات في بيتها، في الاكل، في نظافه البيت كده. دي بتبقى الحاجات المميزه في الست بصراحه. انا عايزه اقول لك برده ان الاكل ده لازم يكون نضيف جدا، نضيف جدا. يعني انت تجيبي الخضار تغسليه مره واثنين وثلاثه. ليه بقى؟ لان ما تستكفيش بمره واحده، لازم تغسليه مره واثنين وثلاثه وعشرة لحد ما تلاقي الميه بتاعت الخضار بتاعتك بيضه زي شفافه كده. بصوا احنا بنتكلم وخلصنا ايه، خلصنا مع بعض سلق الكون اهو. هبرد بقى الحبه اللي معايا وارجع لكم تاني. دلوقتي بقى يا بنات هنعمل مع بعض خلطه المحشي. انا مسكت الحله بصوا غسلتها وخليتها نضيفه زي الفل، قشطه كده بتنور اهو. هنحط بقى ايه سمنه وزيت. ليه؟ السمنه بتدي طعم والزيت بيفلفل. لازم تحطي زيت في قلب المحشي بتاعك عشان يفلفل لك كده ايه، اللهم صل على النبي، يفلفل لك كده المحشي بتاعك. تعالوا مع بعض بقى. ادي الحله بتاعتي نشفت اهيت، فانا هحط بقى ايه السمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت السمنه كده حلوه اهي. وهحط حبه زيت اهو. نسيبه بقى كده لما ايه، لما نمسكه كده مع بعضين كده اهو. هنحط ايه كمان من البصل بتاعنا. طبعا ده بصل مفرغ اهو. بصي اهو، ده انا كنت مفرغه. بصي اهو ما بتكاش عليه يا دوبك. انا بقى بس بعمل كده يروح كده النار. البصل طبعا مفرغ كده، نسبة ميه كده بسيطة اهو عشان متكاش عليه وننزل جنبه اهو.
اهو بسيط كده بالسكينه او بالمعلقه اهو. ده اصلا ساكت ومفيش اي حاجه خالص. هي عايزه كمان حته بصلايه، لازم مقدار بصلتين وسط. هنحط كمان ايه حته كده اهو. طبعا انت لو حطيت بصلايه يبقى سهل برضه، بس انت بالخطوات اللي انا كنت قايله لكم عليها قبل كده بالزيت. لازم يتحط له زيت عشان الزيت بيخليهوش يمسك في بعضه، بيبقى مرن، والملح بيبقى ماده حافظه اهو. تفضلي بقى تقلبي فيه كده اهو لحد ما ايه يتشوح معاكي كويس. عايزاه متشوح، مش عايزاه ولا محمر ولا مصفر، عايزاه متشوح. ادوا يا بنات بصوا جيت اشوح في البصلايه بتاعتي لحد بصوا ما دبلت خالص كده، دبلت خالص كده. هنزل عليها بايه بقى؟ بالثوم بتاعنا الحلو الجميل اللي احنا برضو فرزناه مع بعض قبل كده على القناه. تحفه تحفه يا بنات. لما تدخلي تعملي الحاجه وفي البيت عندك بتلاقيها بصراحه. انا هحط كده حته تومه كده تدي ريحه وطعم المحشي تحفه اهو كده. ايه اهو بصوا التومه نحطهم كده نشوحوا بقى اهو. نديله كده تشويحه حلوه اهو. اول ما تشيلي ريحه الثوم هننزل عليه بالفلفل بتاعنا، او عندك بقى فلفل الوان حطي، عندك فلفل اخضر عادي زي اللي عندي حطي. ما توقفيش نفسك على اي حاجه. الفلفل اللي هو الرومي ده بيدي ريحه وحاجه تانية للاكل بصراحه اهو. انا كده شميت ريحه الثوم، هنزل بقى بالفلفل بتاعي اهو واقلب كده. اللهم بارك اللهم بارك. الريحه طالعه تحفه. احنا ما عملناش اي حاجه، ريحه الحاجه بتبقى حاجه جميله جدا. دلوقتي بقى نحط مع بعض التوابل دي كده 7 بهارات. هناخد ايه؟ هناخد معلقه تحفه تحفه يا بنات في الاكل. هنحط شويه كمون، لا الكمون خليه ايه مش دلوقتي عشان ما يمررش. هنحط حبه كزبره. طبعا كل ده احنا موطيين النار عشان احنا بنحط بهارات ماشي. هنحط شويه فلفل اسود. وانت بتحطي بهاراتك اللهم صل على النبي وطي النار عشان البهارات ما تنررش منك، وتقلبي بقى شوحي كده البهارات كده مع البصلايه مع قرن الفلفل اللي انت حطيتيه، وانسي بقى. خدي ريحه تحفه وطعم احلى واحلى. كل مره تعملي فيها المحشي هيطلع من تحت ايدك احلى واحلى، احلى من المره اللي قبلها ماشي. انا عندي هنا بقى ايه كيس القوطه اللي انا كنت مفرزاها ادي اهو اول كيس. المفرزه دي برضه بتنجز تحفه وبتنجز، متخليش الاكل معاكي ياخد اي وقت اهو. ادي الكيس التاني اهو حاجه كده تحفه جدا اهو. اللهم بارك. طب انا عشان البصل والحاجات الحلوه دي ما تتلسوعش منك هتعملي ايه؟ طبعا احنا مهديين النار. بصوا حبه ميه صغننين في الطبق اهو تنزلي بيه كده عشان بس القوطه معاكي مجمده. لو القوطه معاكي فريش ما تحطيش الخطوه دي
خليها كده بقى على نار هاديه خالص عشان خاطر القوطه تفك من بعضها براحتها. هنغطي بقى كده الحله بقى ونسيبها لما تتسبك وارجع لكم تاني. بصوا القوطه اتسبكت اهي يا جميله ولسه. بصوا اهي اللهم بارك. بصي اهي كده. ايه بقى دلوقتي بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هحط لها فص مرقه. ماشي هنحط فص مرقه كده فص من المرقه. ده بقى بيعلي التيست قوي 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 بتاع المحشي. ماشي هنحط لها البهارات بتاعتي دي اللي انا عاملاها في البيت اهي كده. ايه شويه كده اهو، مقطعش عشان حاطه 7 بهارات. وقلب بقى ريحه بقى ما اقولكوش جباره. ريحه حلوه قوي 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 قوي. هحط شطه حمراء بس حاجه بسيطه عشان عندي الولاد ما يعرفوا ياكلوا. حاجه كده بسيطه كده من الشطه اهي كده. حاجه بس ايه تدي طعم بس كده، يبقى فيها لسعه بسيطه. احط لها بقى شو الكمون في المرحله دي. احط الكمون ليه؟ الكمون لو كنت حطيته في الاول كان هيمرر، انما دلوقتي لا عادي. حبه كمون كده حلوين عشان التوم اللي احنا حاطينه. واحط كمان ملح. كل مكون احطه اروح مقلبه. بصوا وراعي ان انا حاطه بس من المرقه واقلب. ادوقها بقى عشان لو عايزه ملح احط. لا حلو ممتاز. حتى الشطه اللي احنا حطيناها نسبه وتمييز. احط بقى الرز بتاعي انا غسلاه ومصفياه اهو واقلب بقى. ده حوالي كيلو من الرز. ماشي اهو. اقلب بقى كده. اشوح الرز مع الصلصه خليه كده ايه حلو كده يعني ايه بسم الله ما شاء الله يبقى ايه يتشوح كده وايه ويفلفل. لو وصلتي معايا لحد كده لايك واشتراك لايك والاشتراك يا بنات. وشيروا الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ان شاء الله. ننزل بقى كده نصلي على النبي في الكومنتات يا حبايبي. علي بقى كده النار اهو. تكون حاجتك جاهزه بتوفر عليكي وقت. طبعا اللحمه بتاعتنا انا سلقتها وخلصت خلصت اهو. اللحمه بتاعتي خلصت اهو. نفضل نقلب كده في ايه في الرز بتاعنا نشوحه. حط سنه بسيطه من الملح. لو حابه تحطي شويه كزبره ناشفه شويه فلفل حطي.
كده خلاص خلصنا. نطفي بقى. نيجي بقى هنا بقى على الخضره بتاعتنا. الخضره بتاعتي اهي، انا مقطعاها على القطاعه، انزل بيها كده كلها واقلب. طفينا النار قبل ما نحط الخضره عشان الخضره ما تسودش مني اهو. وتقللي بقى. احلى خلطه محشي ممكن تعمليها. ما خدتش معاكي اي وقت. معلش يا بنات معاذ وقع الصينيه. معلش اللي عنده اطفال بيبقى الدنيا عامله معاه كده. ربنا يرزق يا رب كل مشتاق. بصوا الخضره، بصوا الخضره ما اسودتش ازاي عشان احنا طفينا النار قبل ما نحط الخضره في قلب المحشي. تحفه. طعم الرز تحفه. بس انا للامانه هحط حبه كزبره ناشفه وشويه فلفل اسود. اهو يا بنات، احط كده حبه كزبره كده ناشفين، وحبه فلفل اسود. نقلب بقى كل الحاجات الحلوه دي. خلاص على الريحه تحفه. ريحه الخلطه بتاعت المحشي يا بنات تحفه. ايوه بس معاذ بيقول لكم ايوه. حلوه قوي. بس حلوه. ماما دوقيني. خدي يا حبيبي. جميل. طعمها بقى مش قادره اقول لك. سخنه. افضي الرز ده في حاجه وارجع لك. فضيت هو الرز يا بنات. بصوا بقى اللي هو العروق دي اللي بتبقى بتاعت الخضره، انا ما برميهاش، بحطها في الحله من تحت واروح بقى ايه حاطه عليها اللي هو الورق الاخضر ده، الورق الخضره الحلوه دي كده. ليه بقى؟ بتحفظ لي المحشي من تحت، تحفظهولي من تحت. نيجي بقى هنا بقى نحشي بقى ايه المحشي بتاعنا. انا بحب احشي اول رق ده، بحب احشيه اخضر، طعمه تحفه بصراحه. بصوا اهو، تحطي كده الرز اهو اهو، وتلفي بقى كده. بس المحشيه اللهم بارك عسل اهي. اقطع الورق بتاعي كله اهوت. حط لايك اشتراك. بصوا معاذ بيقول لكم حطوا اللايك وحطوا الاشتراك. تحشي بقى وترصي في الحله كده عشان يطلع معاكي حلو. عشان لما تيجي بقى تقلبيه كده في الصينيه او في السرفيس يبقى شكله شيك، يبقى شكله جميل قوي. بصي محشيه، بصي جميله ازاي، اللهم بارك. اللهم بارك عسل. تحشي بقى كده اهو. عايزه اقول لكم ان المطبخ ده الوقفه فيه متعه. يعني في ناس بتقول لك الوقفه فيه متعبه، لا مش متعبه ولا حاجه. متعبه مثلا لو انت مش منظمه نفسك. لما طول ما انت منظمه نفسك في المطبخ هتلاقي ايه وقفه المطبخ دي متعه. انت تقفي كده وتعملي الاكل كده بايديكي متعه. انسي ان انت تشتري اكل جاهز من بره. خلاص احنا بنات ستات بيوت شاطرين وبناميت حلوين
بنعمل حاجتنا بايدينا، مش محتاجين نجيب اكل من بره ولا التكلفه العاليه اللي بتتكلفها الاكل اللي هو بتاع بره ده خالص. اكل البيتي ده ملوش يا بنات، ملوش حل بصراحه. ده بالنسبه لي انا الاكل البيتي ملوش حل، حاجه كده تحفه تحفه تحفه. شفتي معايا كده؟ حتى اللي ليها عرق من فوق دي رحنا بنحشيها ما بنعملهاش. نحطها كده في قلب الحله. اهو يا بنات. وانت جديده، لو انت لسه جديده ما اشتركتيش عندي اشتركي عشان يوصلك ان شاء الله كل جديد وكل وصفات احنا بننزلها بامر الله. اسعدتوني ونورتوني يا حبايبي في القناه، اسعدتوني ونورتوني. سيبي لي بقى كومنت حلو كده، قولي لي انت بتتابعيني من انهي بلد وعايزه وصفات ايه، وانا تحت امركم هعملها لكم. نفضل بقى ايه نلف كده اهوت ونحط في قلب الحله. هعمل معاكم اول رصه، بعد من كده بقى اروح اعمل بقى ايه الكلام الحلو ده كده مع نفسي، افرش كده في الارض عندي بره، واقعد بقى ايه اعمل بقى الحاجه المحشي بتاعنا الحلو ده كده مع نفسي. بصي معانا الورقه اهيت اهي كده اهو، نحط الرز كده ونلف بقى كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو اهو. بصي اهي زي الفل اهو بقى كده. الطرف ده تتنيه كده اهو. حاضر يا مايس. بصي اهي زي الفل. وترصي بقى في الحله. حاضر يا ميس، وهعمل لك واحده بيضه. اصبر طيب. وعندي الولاد بيحبوا المحشي كده، بس بقدر الامكان يا بنات هي واحده بس اللي تديها لهم عشان خاطر بطنهم ما توجعهمش من الرز. طبعا الرز متشوح بس مش مستوي عشان بس بطنهم ما توجعهمش. يا ماما هات واحدة. طب يا روحي اصبر. طب حاضر هعمل لك واحده بس اهو. نعمل واحده لزوزو بيضه عشان يسكت اهو. له اي حاجه من افتح بقك يلا كل بقى اسكت. بصوا اهو الورق مقطعينه مجهزينه، الرز عملناه، الدنيا معانا ايه، اللحمه بتاعتنا استوت اهوت، كل حاجه متظبطه معانا الحمد لله. وقت قياسي هتكوني مخلصه الشوربه بتاعتك جاهزه اهي، تقدري تحطي فيها فص مرقه وخلاص على كده وايه، وهنزود على طول اهو بعد ما نخلص اهو. يا بنات بصي اهو بقى نلف كده اهو. بصي اهو في ثواني هتكوني مخلصه. في ثواني هتكوني انت مخلصه الورق بتاعك. بس كده. بصي بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. والكرنبايه عسل نحل يا بنات، وعسل نحل. اخلص بقى المحشي بتاعي عشان الفيديو ميبقاش طويل عليكم، وارجع لكم تاني بقى نسويه مع بعض ونقدم بقى الاكله بتاعتنا الشتويه الجامده دي، اللي فعلا فعلا النهارده لازم ناكل حله محشي محترمه يا بنات، عشان الجو فعلا الجو بره هوا جو يعني صعب شويه. ماشي اخلص بقى الحله بتاعتي الحلوه الجميله دي وارجع لكم ان شاء الله عشان نسوي مع بعض.
دلوقتي بقى يا بنات هنسقي مع بعض المحشي. طبعا الشوربه انا سخنتها، هاخد كده منها ايه، هاخد شوربه هنا كده في العلبه عشان احط فيها ايه، مرقه دجاج. لو انت مش حابه تحطي ما تحطيش. طبعا الشوربه ملحها مظبوط وجميله وزي الفل. انا بحط مرق الشرب الميه، المرقه الدجاج الفوريه دي بتعزز الطعم، بتخلي الطعم احلى واحلى. انت مش حابه تحطيها خلاص براحتك ما تحطيهوش. كده بقى الشوربه بتاعتنا هي واللحمه. بصوا اللحمه بتاعتنا استوت وريحتها بقى مش قادره اقول لكم، جايبه لاخر الدنيا. احط بقى ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. احط بقى المرقه، هنحطها دلوقتي مع بعض. المرقه الفوريه، عندك مرقه مكعبات حطي، عندك مرقه فوريه زي اللي عندي دي حطي اهو. بتعزز الطعم، بتخلي الطعم حلو قوي. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. عسل، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. عسل عسل عسل. تحفه. خلاص احط اللي انا عايزاه. اقفل بقى الحمام بتاعي اهو وهنشيله. اجي بقى هنا بقى للمحشي بتاعي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك بقى عشان الشوربه دي بتبقى سخنه جدا، بحذر كده. بصي اهو، نسقي بقى المحشي بتاعنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. تزويد مظبوط. بصي اهو اهو كده مظبوط، كده مظبوط وزي الفل. هنولع بقى كده على النار مظبوط وزي الفل اهو. نقرب بقى يتشرب. بما الشوربه تنزل عن السطر الاولاني يا بنات بنهدي النار خالص عليه زي الشمعه وبيستوي. ولما يستوي بقى هوريه لكم ان شاء الله. دي كانت حلقتي معاكم يا بنات. عملنا المحشي بطعمه تحفه تحفه تحفه، وعملنا جنبه اللحمه بالشوربه. ولو عجبتك الحلقه بقى ما تنسيش لايك وشير واشتراك في القناه. حطوا لايك واعملوا اشتراك. سمعتوا مريم؟ حطوا لايك واعملوا اشتراك، واستنوني ان شاء الله في الحلقه الجايه بفيديو جديد. باي باي.